السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالبداية صلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. الخبير التحكيمي جمال الشريف بعد مباراة طبعا الجزائر وبوركينا فاسو تكلم عن تحليل المباراة وانفعال طبعا جمال الشريف الخبير التحكيمي حول طبعا الحالات التحكيمية لمباراة الجزائر، المنتخب الجزائري وبوركينا فاسو، وركلات الجزاء وتأثير الحكم على طبعا مباراة الجزائر مع بوركينا فاسو والحالات التحكيمية. فقال الخبير التحكيمي جمال الشريف حول مباراة الجزائر بأنه كان هناك ركلة جزاء في الدقيقة 9 من مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بتدخل عنيف من لاعب بوركينا فاسو على لاعب المنتخب الجزائري على القدم مباشرة، طبعا تستاهل البطاقة الحمراء. ورغم رجوع الحكم على الفار، لكن الحكم رجع واعطى واشار البطاقه الصفراء على لاعب بوركينا فاسو، مع العلم بانه هناك بطاقه حمراء وتدخل عنيف. طبعا احنا شاهدنا اللقطه وفعلا ركله جزاء قصدي بطاقه حمراء واضحة على لاعب بوركينا فاسو، لكن الحكم ما أعطاها. نعم، هاي في الدقيقة 9. أيضا في الدقيقة 15 تدخل لاعب بوركينا فاسو على رياض محرز، التدخل يستاهل البطاقة الحمراء ولم يشيرها الحكم. طبعا اللقاء طبعا تدخل عنيف وايضا قساوة لاعبين بوركينا فاسو على لاعبين المنتخب الجزائري، والحكم يعني ما تدخل الا في بطاقة صفر فقط. يعني هذا الامر سيء للغاية. فوايد صحيح انه اعطى المنتخب الجزائري ركله جزاء، لكنه ضر المنتخب الجزائري. نحن نفرض انه المنتخب الجزائري او بوركينا فاسو سجل هدف التعادل، فالمنتخب الجزائري كان لاعب تحت الضغط 1-0 وتحت الضغط لاعب. الحكم يعني اتوقع يعني حسب معطيات وكلام الخبير التحكيمي جمال الشريف بانه الحكم كان يقصد بخسارة المنتخب الجزائري او تعثر المنتخب الجزائري. في هذه الامور مقصودة صراحة، يعني كلام جمال الشريف ونحن نعرف وشهدنا طبعا شفت اني اللقطات التحكيمية، فهذاك كان ظلم للمنتخب الجزائري. ويعني سبحان الله، المنتخب الجزائري قدر الله ما شاء فعل انه يحدث معه هكذا، ولكنه فاز بفضل من الله عز وجل. ويعني الحكم ظلم المنتخب الجزائري بحالتين تحكيميات. يعني الامور كانت انه الحكم كان قاصدها قصادا بانه يخسر المنتخب الجزائري. على كل حال انتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري. اتمنى منكم جزائريين الاشتراك في هذه القناة وتكلموا لي وحطوا لي في التعليقات شو رايكم بالحالات التحكيمية وظلم الحكم للمنتخب الجزائري، واستودعكم بامان الله.